السلام عليكم. النهارده هاكلمكم عن حاجة لمّا حاولت أغيّر بصّيتي ليها، وحاولت أغيّر فكرتي عنها، الموضوع فرق معايا جدًا في إنتاجيتي وفي طاقتي وفي تركيزي وفي كل الكلام ده، والحاجة دي هي الملل. كلنا بنعدّي وقت بنزهق فيه، بتبقى قاعد في البيت بتعمل حاجة، بتذاكر مثلًا بتزهق، بتبقى قاعد في الشغل بتشتغل بتزهق، بتبقى قاعد مع أصحابك بتزهق، بتبقى قاعد لوحدك بتزهق. أنا ما كنتش باعرف إزاي أتعامل مع الزهق ده والملل ده، وكنت دايمًا شبه باتعامل معاه غلط، وبادوّر على حاجة تملى الفراغ اللي أنا حاسس بيه، أو إن أنت الوقت يعدّي عليك ببطء أوي، ده حاجة قمة في الملل، بيبقى مخنوق جدًا وهو شايف إن الدقيقة بتعدّي 60 ثانية. وبعدين لاحظت حاجة مهمة أوي، الملل والإدمان حبايب best friends soul mates. الملل والإدمان بيحبوا بعض جدًا، لو أنت ما عرفتش إزاي تتعامل مع الملل ده هتدمن حاجة، أيًا كانت الحاجة دي مقبولة اجتماعيًا أو مش مقبولة اجتماعيًا. يعني ممكن تدمن الأكل لو أنت زهقان، كل ما تزهق تاكل، ممكن تدمن سجاير، كل ما تزهق تولّع سيجارة، ممكن تدمن إباحية، كل ما تزهق تتفرج على إباحية، ممكن تدمن مخدرات، كل ما تزهق تولّع سيجارة حشيش مثلًا. وفي كل الحالات الإدمان ده هيوديك في حتة وحشة، هيوديك في حتة أنت مش عايز تروحها، هيوريك جزء منك أنت مش عايز تشوفه وأنت مش عايز تعرفه. طيب إيه اللي أنا بصيت عليه خلّاني أغيّر فكرتي عن الملل؟ هي إن أي حاجة حلوة أنت بتعملها أو أي حاجة منوّرة أوي أنت شايف حد عملها، الprocess بتاعته هتكون مملة جدًا، ولازم تحب الملل، ولازم تتعوّد على الملل، ولازم تبقى فاهم إن الملل ده لو أنت ما عرفتش توظّفه صح هتتلط لطة وحشة أوي. أتمنى إن ما حدش يتلطّها، ولا أنا ولا أي حد هيشوف الفيديو ده، أو مش هيشوف الفيديو ده، ما اتمناش لأي حد. والدنيا ما بتكافئش غير اللي بيعرف يتعامل مع الملل، الدنيا ما بتكافئش غير اللي بيعرف يتعامل مع الزهق، وهي الدنيا مخلوقة مملة. مش طبيعي إن أنت مخّك يفضل ضارب دوبامين 24 ساعة، مستمتع من أول ما بتصحى لحد ما بتنام، ده مش طبيعي. دايمًا حاسس بإحساس متعة، ودايمًا حاسس إن أنت متحمس، ودايمًا حاسس إن أنت excited stimulated كده، متحفز. أنت مخلوق إن أنت تواجه الملل ده وتعرف تتعامل مع الملل، وتعرف تنتج مع الملل ده. وأنا بيصعب عليَّ من أول الأطفال، يعني إن هو متعود على مسكة الموبايل، متعود إن هو دايمًا بيقلب reels، دايمًا متحمس ودايمًا متحفز، ولو خدت منه الموبايل 10 دقايق هتلاقيه اتجنن. أنت لو خدت مني بقى الموبايل 10 دقايق أنا ممكن أتجنن. حاجة أنا عايز أنجح فيها أزهق، والprocess مهما من برّه كانت منوّرة وبتلمع والنجاح شكله حلو، فالنجاح ده من جواه كمية ملل وكمية تفاصيل تزهق أي شخص أنت بتحبه، أي شخص أنت شايفه قدوة ليك، أي شخص عمل حاجة أنت نفسك تعمل زيها، ومهما قصته كانت بتلمع من برّه، اسمع بقى التفاصيل بجد هتلاقيه لأ، عدّى بكمية ملل وتكرار عشان يوصل للنجاح ده، مش طبيعي. أنا بالنسبة لي مثلًا أكتر ناس باشوف إن هي شغلانتها بيستمتعوا بيها لعيبة الكورة، بس هو عشان يبقى precise أوي وبالدقة دي في الشوطة أو في الباص أو في الاستلام أو أيًا كان، أو في حركته، أو إن هو بيغلط عدد الغلطات القليل ده أوي، هو اتمرّن كتير جدًا، اتمرّن حاجات physical، حاجات mental، حاجات بدني، وعشان يقدر يعمل الحركة دي، وعشان يقدر يعمل الحركة دي، وقعد يكرر الموضوع ده آلاف المرات، آلاف المرات. ده لو يعني بداية base. ممثل قعد يحفظ الكلام اللي بيتقال ده عشان يعرف يقوله قدّام الكاميرا بالطريقة السلسة اللي أنت شُفتها دي. مهما الحاجة من برّه كانت بتلمع، لازم يكون عدّى بمراحل الملل وحَب الملل وحَب نَفْسه وهو بيعمل الحاجة المملة دي، عشان يقدر يورّيها للناس حلوة أوي كده وبتلمع أوي كده، الناس تبقى عايزة تعمل زيه أوي كده. بس أول ما ييجي يعمل زيه يلاقي الموضوع ممل، وأول ما أنت تيجي تبدأ حاجة وتلاقي الprocess مملة، إيه ده، إيه الزهق ده، أنا ما كنتش فاكر إن الموضوع عامل كده. مع إن ده مش صح. لأ، الملل ده أول حاجة أنت هتواجهها. لمّا تلاقي نَفْسك زهقان، ملّان، ما تجريش على متعة، وما تجريش على شهوات، وما تجريش ورا stimulants ومحفزات لمخّك مش حقيقية. كل حاجة بتاخد وقت طويل جدًا، جدًا، جدًا. ما فيش حاجة بتتبني في يوم وليلة، واللي يبيع لك حاجة إن هي بتتبني في يوم وليلة هو في الأغلب بيبيع لك وَهْم وبينصب عليك. ولو حد فيكم عنده تجربة مع الملل وإزاي قدر يتعامل معاه، وإزاي ده غيّر له تفكيره أو غيّر له حاجات في حياته، يشارك معانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.